السلام عليكم، يا هلا ويا مرحب بالغاليين. حابة أشكركم على حجم التفاعل والمشاركة وحجم الشير اللي صاير والكومنتات كلها بتوصلني. وإن شاء الله في القريب العاجل لما أفصح على أسماء الأشخاص اللي ذكرتهم في طيلة الفيديوهات وأحكي عنهم وأشير لهم بالاسم وبالشخص وبالشغل وبكل شيء وأعرف عنهم. راح أرد عليكم في الكومنتات أكيد طبعا، وأنا عند وعدي بإذن الله. حابة إني أكمل معاكم مكان ما وصلنا آخر مرة. في الفيديو اللي فات قلت لكم إني بعثت محامي على حسابي الخاص وراح على البحرين وما عرف إنه ينسق مع محامي تاني، قال لي هيك الإجراءات. وبعثته على الإمارات حتى يحكي مع رجل الأعمال الإماراتي ويفهمه ويقول له إنه أنا في مشكلة كبيرة وإنه يحلها لي، يعني مثل ما حضر العفريت يصرفه. فتم إقصاء المحامي وهددوه وطلعوه رجع من الإمارات وهو خايف، وكلمني في التليفون وكان خايف بيقول لي عم بيهددوني أنا بالأوتيل وأنا خايف على نفسي وأنا عندي ولاد حابة أربيهم. فقلت له خلاص ارجع وشو بدنا نعمل يعني. أنا حاولت، شوفوا، من 2014 من وقت ما صار معايا هالمشكل لحد هاي الساعة اللي نحن نحكي فيها في شهر فبراير 2024، أنا حاولت بكل الجهد إني أثبت براءتي وإني أفتح القضية من جديد وكل حد ياخذ حقه وكل واحد ياخذ جزاؤه. ولكن اللي صار معايا بالفعل يتعمل منه روايات ومسلسلات. يعني أنا لا فهمت حالي بتعامل مع ناس مافيا، لا فهمت حالي بتعامل مع ناس عادية، ما فهمتش أمين الغلطان. أنا واحدة حابة فقط إني أبرئ حالي وإني أخلص من هالقضية. محكمة منعت إني أدخل المحكمة وباشر يعني حقي الطبيعي كأي إنسان يدخل محكمة ويشوف حاله يعني ويبرئ نفسه، يحاول بكل الطرق. منعوني من دخول البلد، من دخول البحرين. ما بعرف كم من سنة حكموا علي. يعني كل شيء صار ضدي بشكل غير طبيعي، وبالفعل أنا في كابوس من وقتها. يعني كل حياتي وقفت، طبيعي إنها توقف. كيف حعيش أنا حياتي طبيعي وأنا علي هاي القضية اللي وصلت لي في كل مكان أروح فيه، يعني بلاقيها بتلاحقني. آه، أنا حابة إنكم تفهموا القصة كلها، تفهموا كيف صار معي التلفيق هذا حتى تكون لكم عبرة أصلا. بعيد الشر عنكم، يعني إن شاء الله ما حدا يصير له مثل ما صار لي، ولكن اعتبروها عبرة. حتى لو في أمهات كتير بتواصلوا معايا وشافوا فيديوهاتي عندهم ولادهم بالبحرين أو بالخليج وخايفين عليهم، أنا قلت لهم هالقصة هي تتابعوها وشوفوها مشان تعرفوا. يعني أي حد ممكن يصير معاه هذا الموقف، أي حد ممكن يصير معاه هذا الخطأ، بالذات لما يكون صغير في السن مثل حالاتي ويكون على نياته ويكون جاي من بيئة ما مش متعود على هاي الأنماط من الناس. المهم، أنا بهالطريقة اتحكم علي غيابي لمدة 5 سنوات وصار منعي وإقصائي من البحرين وما فيني أدخل ولا إني أبرئ نفسي. تواصلت مع مسؤولين في الإمارات. آه، قالوا لي لازم تكوني موجودة بدبي، وأنا بصراحة كنت حابة إني أروح على دبي وأقدم شكاية. ولكن خفت لاني انا محكوم علي في البحرين فبلدان مجلس التعاون، انتم بتعرفوا يعني كيف بالضبط. حتى المحامي بتاعي خاف علي، قال لي لا تروحي هناك، لا يصير لعبه فيكي مره ثانيه او يلعبوا فيكي او يصير هيك شيء عليكي مشكله ثانيه وتتورطي في قضيه اخرى ولا يصير شيء طالما هذا الشخص عنده نفوذ بهالشكل يعني ومعروف يعني بهالطريقة وعنده سلسلة فنادق ومطاعم وبزنس وحاجات كتيرة يعني. فطبيعي عنده 1000 من يخدمه. مش صعبة، أذيتي يعني أنا بالنسبة لي مش صعبة، سهلة جدا. وأنا بعرف يعني هذا الشخص اللي حكيت لكم عنه على مدار كم من فيديو، يعني رجل مافيا بامتياز. هل تفكروا إنه راح يأذيني بسهولة؟ أنا حتى كلمت المحامي بتاعه البحريني اللي هو من أصول مصرية. قلت له اللي صار معايا كذا كذا، نوصل لحل. قال لي بالحرف الواحد موكلي لو عاوز يمعسك يفعصك حيفعصك. تخيلوا أنتم رجل قانون تخلى عن مبادئه وعن إنسانيته وعن كونه محامي يمثل القانون وتكلم معايا بكلام رجال مافيا. إذا محامي مشان شوية دنانير حكى معايا بهالطريقة، ما بالك يعني إذا هذا المحامي هيك لكان هو كيف يحكي مع الناس. يعني أنا كل شيء عملته حتى إني بس أثبت براءتي، حتى تواصلت مع حد برتبة سفير في الإمارات العربية المتحدة، عرفت إنه هو شريكه صديقه. حكيت معاه قلت له لا ضرر ولا ضرار، شوف لي حل لمشكلتي، أنا بس بدي أعيش، فقط بدي أعيش، مش طالبة أي شيء ثاني. شاف رسايلي، شاف توكيلاتي، قلت له عندي أدلة، عمل لي بلوك. إذا هذا حد مسؤول في الإمارات العربية المتحدة
ما فكّر في أمن وأمان البلد، وما خاف عليها، مع إنهم عاطينه post، عاطينه مسؤولية، وهو يمثل الإمارات، سفير. يعني وأكيد راح يشوف الفيديو بتاعي، وهو بيعرف إني باحكي هذا الكلام، أوكي؟ وعندي المحادثات موجودة لحد هاللحظة موثّقة كمان، وما فكّر إنه يساعدني، مع إنها شغلة بسيطة جدًا، بالنسبة له عبارة ولا شي، تافهة جدًا القصة، ولكن اقتصر فقط على إنه يعمل لي حظر على الواتساب، وحظر من كل مكان. ما بعرف ليش تواطأ، أو عنده شي بيمنعه، ما بعرف شو هو الشي اللي يمنعه إنه هو يشوف القصة، أو حتى يناقشها، أو حتى يسأل عنها، حتى ما كلف حاله حتى يسألني أصلا شو الموضوع. فقط عمل لي حظر وقال لي لا تخابريني ولا تراسليني مرة ثانية بهالحرف. المهم أحبابي، إن شاء الله راح نكمل الفيديو، تمام؟ مرة الفيديو القادم إن شاء الله عن قريب. أستودعكم الله. ادعوا لي، لعل حد منكم رب العالمين يسمع منه، ويكون خلاص مشكلتي وخلاص الأزمة اللي أنا عايشة فيها والكابوس اللي أنا عايشة فيها من سنين. لو سمحتم حاولوا إنكم توصلوا صوتي. أنا هالفيديو هذا عملته موثق، لإني لعل وعسى عن قريب أكون في مملكة البحرين، وأعطي إفادتي وأفتح ملف القضية من أول وجديد، حتى يتحاسبوا كل الناس اللي ساهموا في أذيتي. وأنا حابة هذا الفيديو يظل موثق، حتى لما أروح هناك راح أوافيكم بكل شي يصير معايا، حتى ما حد يلعب بالقانون مرة ثانية، ويعرف إنه الفيديوهات هي موثقة موجودة على اليوتيوب. وحتى إذا صار حظر لقناتي، إنه في إبلاغات بتجيني، فأنا حاعمل قناة ثانية وفي 1000 قناة موجودة، تمام؟ فأنا حوصل لكم كل شي مشان يكون موضوعي يعني مثل ملف رأي عام، حتى ما حد يتلاعب بالقانون، وما يصير فيني مثل ما صار فيني من 10 سنوات يرجع يتكرر مرة ثانية. السلام عليكم مرة ثانية، وشكرا، وإن شاء الله في لقاء قريب.